استهدفت قوات النظام السوري بالمدفعية أحياء منطقة درعا البلد في مدينة درعا جنوبي البلاد بالتزامن مع محاولات لاقتحامها. وقال ناشطون أن القصف أدى إلى خروج آخر نقطة طبية هناك عن الخدمة وسط انقطاع تام للماء والكهرباء. وتدور اشتباكات في عدد من مناطق ريف درعا بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة. ينضم إلينا عبر سكايب من درعا الإعلامي عثمان المسالمي. عثمان، أطلعنا لو سمحت على الوضع في درعا البلد أولا. حياك الله. تعيش درعا البلد منذ 24 من حزيران الفائت حصارا خانقا، وقد تعرضت أحياء درعا البلد منذ يوم قبل الأمس لعملية اقتحام من قبل النظام السوري مدججا بقوات الفرقة الرابعة وقوات إيرانية وقوات الفرقة التاسعة لاقتحام أحياء درعا البلد من 3 مناطق. طبعا درعا البلد هي منطقة صغيرة مساحتها حوالي 3 كيلومتر مربع فقط لا غير، محاذية على الشيك الأردني الحدودي. أكثر من 11,000 عائلة يتواجد في أحياء درعا البلد. اليوم خطر كبير تعانيه المنطقة، وخرجت يوم الأمس النقطة الطبية الوحيدة المتواجدة في المنطقة والتي تعنى بصحة 11,000 عائلة عن الخدمة جراء القصف من قبل ميليشيات الفرقة الرابعة. القصف ما زال مستمرا يا عثمان؟ القصف حتى هذه اللحظة وأنا أتكلم معك، وأنا طلبت الاستعجال كون القصف على مكان إقامة في درعا البلد، والقصف جدا كثيف حاليا. طيب، حتى فقط نقرب الصورة للمشاهدين، لماذا اندلعت هذه الاشتباكات مرة أخرى مع أنه كان هناك اتفاق؟ ماذا يريد النظام بالضبط؟ أطلعنا أو وضح لنا خلفيات الأحداث. نعم. لو سمحت. كان هنالك اتفاق في يوم 27 من تموز، ولكن قوات النظام أخلت بهذا الاتفاق وأدخلت قوات الفرقة الرابعة من المنطقة الجنوبية لأحياء درعا البلد، وقامت باقتحام مناطق النخلة والشياح ومنطقة غرز ومنطقة قصاد. هذا الاجتياح لم يكن متواجدا في بنود الاتفاق، مما دعا الأهالي من أجل التصدي لهم والوقف. ما الهدف من كل ذلك يا عثمان؟ ماذا يريد النظام؟ تهجير الأهالي مثلا؟ الأهالي هم حاليا يطلبون التهجير. 11,000 عائلة تطلب التهجير. لا أمان مع هذا النظام، لا يوجد أمان مع هذا النظام. لقد نقض الاتفاق أكثر من 3 مرات حتى هذه اللحظة. يتنازل الأهالي بمطالب لصالح النظام، ولكن النظام لا يقبل بذلك. طيب، ماذا عن الدور الروسي يا عثمان؟ ماذا عن الدور؟ روسيا كانت وسيطا أكثر من مرة، ماذا عن دورها هنا؟ الدور الروسي هو عبارة عن دور شكلي. الجنرال الروسي أسد الله هو سبب ما يحدث الآن في أحياء درعا البلد، وهو الذي أتاح للميليشيات الإيرانية ولقوات الفرقة الرابعة باقتحام الأهالي المدنيين من نساء وأطفال في أحياء درعا البلد. طيب، ما هي قدرة المقاتلين والأهالي على الصمود أكثر من ذلك مع استمرار القصف والحصار؟ لا يوجد مقدرة يا صديقي. الآن 11,000 عائلة مهددة بالإبادة، مهددة كوارث إنسانية. اليوم الشهداء لم يستطيع الأهالي دفنهم، هم لا يزالون موجودين في الشوارع. الحديث عن 3 ضحايا سقطوا حتى الآن. نعم، حتى هذه اللحظة 5 شهداء وأكثر من 25 مصاب. 5 شهداء. نعم، فصائل المعارضة يبدو أنها تحاول التخفيف عن درعا البلد وشنت هجمات على مختلف حواجز النظام، ونسمع الآن من الأخبار أن ريف درعا الشرقي تقريبا تم طرد النظام منه. نعم، تواصل معنا الأخوة في المنطقة الشرقية وفي المنطقة الغربية. تقوم الآن الأهالي والثوار هنالك بتحرير الحواجز والمفارز الأمنية التابعة لقوات النظام، حيث تم تحرير أغلب الحواجز في المنطقة الشرقية، مثل حاجز أم الميادن وحاجز نصيب وحاجز النعيمة وحاجز صيدا، حاجز مشفى صيدا وحاجز المساكن، أيضا حاجز كحيل والمليحة الغربية والمليحة الشرقية. في المنطقة الغربية قام ثوار في بلدة اليادودة بالهجوم على نقطة الري، وهي نقطة كبيرة تتواجد بها عدد كبير من الفرقة الرابعة، وأيضا الهجوم على المفارز والمخافر المتواجدة في بلدة تل شهاب وفي معسكر زيزون الحدودي مع الأردن. طيب عثمان، الآن كيف يبدو المخرج المحتمل من هذه القضية؟ كيف اتفاق جديد مثلا يلتزم به النظام؟ تمام. جميع الأهالي الآن لا يرتاحون لأي حل مع النظام، هم يريدون التهجير. 11,000 عائلة تطلب التهجير، كون هذا النظام لا يتم الاتفاق معه، لا يوجد له أمان ولا يوجد له لا عهد ولا ميثاق. التهجير إلى أين؟ تم الاتفاق أكثر من مرة، إلى أي مكان آمن لا يسيطر عليه النظام.
شكرا جزيلا عثمان المسالمي.